شوف يا سالم يا ابني، شتلاتنا مضمونة 100%. قول لي ليه؟ ليه؟ لأن بجيب التقاوي من الوزارة عدل. لا. أمال إيه؟ شوف أنت عاوز كام قصبة وحقهم وصل يا سيدي، وبعد ما تقلع المحصول ابقى ادفع. لا مؤاخذة يا حاج ابو العروش، انا بس لازم اتاكد ان الشتلات ديت مش مصابه بالمرض. انت عارف العفن الابيض ده اللي بيسيب البصل بيضره وبيقضي عليه ازاي؟ طبعا عارف، ده عامل زي الايدز اللي بيصيب البني ادمين. بس اطمن ما تخافش، شتلاتنا مضمونة 100%، وهتشوف بعد ما تقلع محصولك هتلاقي المواصفات مظبوطة 100%. بس الاول انا عاوز اسألك سؤال، انت متأكد ان ارضك مش موبوءة بالعفن الابيض؟ ده السؤال ده؟ طبعا الحمد لله متاكد قوي. اصل الارض دي يا سالم لو كان مزروع فيها بصل قبل كده والبصل ده كان متصاب، تلقى الارض دي ما تنفعش يزرع فيها بصل تاني. ليه؟ مهما كانت الشتلات سليمة العدوى هتتنقل من الارض للشتلات. ايوه عارف يا اجدع ابو العروش، اصلي بصراحه ناوي انتج بصل للتصدير ممتاز، بصل ما حصلش مواصفاته تبقى بريفكس. ماشي، اذا كنت من وجه قبلي تاخد الصنف جيزة 6 المحسن، من وجه بحري تاخد الصنف جيزة 20. ده كلام برضه؟ يعني مش باين عليا من قبلي ولا من بحري؟ من بحري طبعا. ما هو باين، بس برضك واجب عليا ابصرك، اصل فيه مزارعين كتير يجوا يشتروا شتلات البصل، فلازم اكد عليهم واقول لهم ان احسن حاجه انك تزرع البصل في ارض تضمن انها مش مصابه بالبعوطه. بعوطه؟ ايه البعوطه دي؟ اصل في قبل بيسموا العفن الابيض ده البعوطه. طيب انا بقول لك ايه يا حاج ابو العروش، انا شايفك يعني ضليع في امور البصل، وحاسس يعني انك راجل دقرم في البصل وجايبه من عرشه لجدره، فيعني انا بستأذن سيادتك يعني اشغلك وتتعين عندي المستشار البصلي بتاعي. شوف يا ولا يا سالم، انا عاوز اقول لك معلومه مهمه هتفيدك في حياتك الزراعيه. الشتله السليمه بتبقى تخن القلم الرصاص تقريبا. ايوه انا عارف، واي شطه رهيفه ولا محصرمه نبعدها على طول. صح، واي شتله مجروحه او منصابه ما تنفعش، زي دي مثلا اهي راسها مقطوعه وجدرها كمان مقطوع. لازم الشتله تبقى سليمه 100% عشان نطلع محصول كويس. طب ماني عارف، انت بتقول لي ايه؟ انت الحاجات دي عارفها انا قد كده، بس يعني ربنا يديك على قد ضميرك يا عم الحاج. عايز اسالك سؤال كده لا مؤاخذه يعني. اتفضل يا اخوي. انت متاكد ان الشتلات دي كلها عمرها 60 يوم من اول يوم اتزرعت فيه في المشتل؟ الا متاكد؟ ايوه، لازم الشتله تقعد 60 يوم من يوم زراعتها حبه سودة، وبعد كده تتنقل للارض. طب ماني عارف، بتقول لي ليه؟ انا عارف كل حاجه، والحمد لله اننا زرعنا بدري في اول اكتوبر. والله ولا انت عارف حاجه خالص. عارف لو زرعت بعد اكتوبر البصله تطلع صغير. ايوه ما انا عارف، ما تقوليش حاجه زي دي، انا عارف، انا بفهم في كل حاجه كويس قوي. كمان ان احنا قلنا الشتلات اهوت قبل السده الشتويه علشان البصل ما يطلعش صغير. ايوه، ما وصيكش على الري، اروي بانتظام، وما تنساش تقرط ربع العرش من فوق قبل التفريد على الخطوط. لا بقى الا الري، ما تكلمنيش في الري، انا افهم في كل حاجه وبالذات الري. اني بعد ما اغرس الشتلات على طول اعطشها. لا غلط، اكبر غلط تعمله انك تعطش البصل في الاول. التعطيش يبقى قبل التقليع بشهر، وطول ما البصل لسه في الارض تروي بانتظام مره كل 3 اسابيع او شهر، لان الري بالطريقه المنتظمه دي بيزود نسبه المحصول الصالح للتصدير. وده اللي احنا عايزينه، عايزين نجني محصول ياما. قول لي بقى، احط بقى سماد ازوتي قد ايه؟ من غير تبذير، السماد الازوتي بالمؤنة، يعني معدل 90 ل 120 وحدة ازوتية للفدان على دفعتين. بعد الزراعة بشهر دفعة، وتستنى شهر كمان وبعدين دفعة. وما تنساش تضيف السماد البوتاسي بمعدل شكارة للفدان. طب والارض الرمليه؟ الارض الرمليه الجديده بتاخد ازوت زي ارضنا دي؟ الارض الرملية ليها زيادة شوية في معدل التسميد، 150 وحدة ازوتية نديها للزرعة على 4 دفعة، دفعة بعد الزراعة ودفعة كل اسبوعين 3، وان شاء الله هبقى هنيك يوم التقليع.
انا الحمد لله زرعت والمحصول بقى زي الفل واديني بصمته. جنب بعض يا اولاد، كل بصله جنب اختها، وغطوا بالعروش وردموا حوالين الصمات من الجنبين عشان نحميه من الشمس. مش اسبوعين برضه بعد التصميت وبعدين نقطع العروش؟ ايوه، بعد اسبوعين من التصميت قطعنا العروش من فوق الرقبه ب2 سنتي. أنا فرحان قوي إن الخواجات هياكلوا البصل بتاعي في البيت بره. ليه ساكت ليه؟ قلت إيه؟ قلت ايه فين؟ موضوع العروسة. الله، انت مش بتقول شفتها وشافتك وعجبتوا بعض؟ أنا بقول الحقيقة والصراحة. أيوه عجبتني وعجبتني، أنا بحبها يا أبو الحاج. بتحبها؟ أيوه. على خيرة الله. يلا يا اختي انت وهي اشتغلوا مهمة كده، وقبل ما تعبوا البصل في الشكاير تفرزوه وتبعدوا البصلة المسلوقة واللي عرقانة واللي مجروحة والمصابة والملونة واللي شكلها مش ولا بد، يعني اللي تلاقوا رقبتها تخينة.